بيبدأ المسلسل واللي بيكون متاخد من قصة حقيقية مع يونيبومبر وهو بيحكي عن وجهة نظره في العالم الحالي. بيبدأ المسلسل مع يونيبومبر وهو بيحكي عن وجهة نظره في العالم الحالي في الوقت اللي البشر فيه بقوا عبارة عن قطيع من الخرفان بيتم اقتيادهم بكل رضا وبيستجيبوا للأوامر المطلوبة منهم من غير تفكير أو حتى لحظة تأمل، واللي بالنسبة له هي فكرة شبيهة بفكرة البريد واللي بتبقى عبارة عن ورقة ممكن تسافر من قارة لقارة تانية. وبيكمل يونيبومبر وبيقول إن كل اللي الناس عملوه إنهم يكتبوا أساميهم على الورقة ويحطوا شوية طوابع وبعدها يسلموها للبريد، واللي بالنسبة له عبارة عن تنظيم مكون من مجموعة من العمال اللي بيشتغلوا زي الآلات، وبمجرد ما العميل بيكتب لهم العنوان بيسلموا بيه وبيوصلوه زي ما هو عايز من غير نقاش أو أسئلة أو حتى أي انحراف عن الطريق. وبيحكي يونيبومبر إن على الرغم من إن كل الادعاءات بتاعت العالم دلوقتي بتتكلم عن الإرادة الحرة، إلا إن في الوقت اللي بيوصل فيه صندوق البريد للشخص اللي المفروض إنه يستلمه بيقرر الشخص ده إنه يفتحه من غير تفكير، وده لمجرد إنه شاف اسمه مكتوب عليه. وبيحكي يونيبومبر إن دي حياة الخرفان اللي عايشين وسط خرفان، ولأن الخروف مش بيعمل أي حاجة غير التسليم والطاعة فمفيش لوم على أي خروف فيهم، وعشان كده هو بيقدر يوصل لأي شخص ويلمسه في أي مكان من خلال البريد. وبتبدأ القصة بتاعت المسلسل سنة 1995 في ولاية كاليفورنيا في الوقت اللي بيظهر فيه يونيبومبر أو اف سي، واللي بيكون اختصار لكلمة فريدم كلاب أو نادي الحرية. وبيبقى يونيبومبر مسجل كشخص إرهابي بيبعت قنابل تفجيرية متطورة من خلال البريد لأماكن عشوائية ومن غير هدف واضح أو أي دليل على هويته الحقيقية. ولمدة 17 سنة بيستمر يونيبومبر في إرسال القنابل البريدية للجامعات والطيارات والشركات الحكومية والخاصة وبدون دليل واضح على استهدافه لشخصيات معينة، ومع تطور كبير في كل سنة في تصميم القنابل، وبيروح ضحيته عشرات الأشخاص ومئات الضحايا واللي ما بيكونش لهم أي ذنب. وفي ولاية كاليفورنيا بتشتغل وكالة الاستخبارات الأمريكية على القضية من 17 سنة، وده لحد ما انتهت عمليات التفجير لسنين، لكن فجأة رجعت تاني وبنفس غموضها السابق، وبتكون وحدة التحليل السلوكية هي المسؤولة عن القضية، وده لأنهم بيكونوا محققين عندهم دراية بعلم النفس التحليلي والإجرامي واللي بيخليهم قادرين يوصلوا لشخصية المجرم من خلال المواد اللي بيستخدمها، وكمان طريقته في استخدامها من خلال تحليل كلماته في الرسائل اللي بيبعتها مع ربط الضحايا وأماكنهم بهويته الحقيقية. وبعد رجوع يونيبومبر للساحة بعملية تفجير جديدة بتجمع وكالة الاستخبارات أفضل المحللين السلوكيين في أمريكا واللي بيكون من ضمنهم المحقق فيدز، وبيروح 2 من عملاء الاف بي اي بيته، وهناك بيوروه واحدة من رسائل يونيبومبر اللي أول ما بيشوفها بيقدر يربط مجموعة حروف مع بعض وبيكونوا جملة ذاتس مي داد واللي معناها هذا أنا يا أبي. وبيتأكد عملاء الاف بي اي من ذكاء فيدز في التحليل وبيطلبوا منه ينضم لفريقهم، لكن فيدز بيبص لزوجته وأطفاله واللي ما بيكونش قادر يقضي معاهم وقت كفاية بسبب شغله، فبيقرر إنه يرفض عشانهم. فبيقول له واحد من العملاء إن الضحايا اللي ماتوا كان عندهم زوجة وأطفال زيه، فبيتأثر فيدز بكلامه وبعد فترة بيقرر ينضم لفريق التحقيقات. وبيحضر أول اجتماع بيتعرض فيه كل المعلومات المتاحة عن يونيبومبر وعن كل جرايمه خلال ال 17 سنة اللي فاتوا، وبيعرف فيدز إن يونيبومبر قدر يبعت أكتر من